بتتمرن من شهور بس لسه جسمك زي ما هو. اللي معظم الناس مش فاهمينه ان الجيم مش مجرد شوية تمارين وتقعد في الجيم ساعة وخلاص. لو كل يوم بتدخل الجيم تتمرن بنفس الاوزان ونفس المجموعات ونفس التكرارات، جسمك اتأقلم على الموضوع ده مش هيتغير. وكمان في حاجة اسمها فوليوم، اجمالي عدد المجموعات في التكرارات في الوزن. اما البروجريسيف اوفرلود فدي كلمة كبيرة بس معناها بسيط جدا، التدرج في الحمل التدريبي. انت لازم تزود سواء عدات او مجموعات او اوزان، او حتى تتحكم في نزول الوزن اللي هو التيمبو. اما شق التغذيه بقى فتلاقي ناس كتيره قوي بتقولك انا باكل قليل جدا بس جسمي ما بيتغيرش. المشكله مش بتكون في كميه الاكل، المشكله بتكون في كواليتي الاكل. يعني لو هتدخل في فتره بالكينج فانت محتاج تزود سعراتك وتكون حاسبها، ولو هتشرد فانت هتعمل عجز سعرات وهتقللها. بس الاهم من ده كله ان انت ما تنزلش عن البي ام ار بتاع جسمك. اما النوم بقى فهو بيشرح نفسه في كل حاجه. العضله بتكبر وبتتطور بالنوم مش بالتمرين، بالتعافي مش بالشده. يعني انت لو نومك 5 او 6 ساعات فاستحالة تبني عضل، هرموناتك كلها هتكون متلخبطة. يعني الخلاصة يا صديقي، ابدأ بخطة واضحة. لازم تعمل نظام تمرين سواء بوش بول ليج او ابر لور او بروس بليت او ايا كان النظام اللي يريحك. سجل تمارينك واوزانك وما تبدأش السيشن غير وانت عارف هتزود ايه وامتى. ركز في روتين يومك وعدل الكارب والدهون على حسب هدفك. وارجوك التزم بالنوم من 7 ل 8 ساعات، ويا ريت النوم بدري. النوم بدري فيه فايدة كبيرة قوي. قول لي انت بقى، داخل الجيم تتمرن ولا على الله حكايتك؟